مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من رسائل، ومرة تانية هنفتح رسالة مش جديدة لكن مستخبية. بس قبل أي حاجة تعالوا نسمع الفويس نوت ده ونرجع تاني مع بعض. السلام عليكم. ازيك يا دكتور دينا، عاملة ايه؟ يعني أنا آسف، يعني ممكن الرسالة دي تكون غريبة شوية. أنا ممكن يعني واحد من الناس ممكن تعتبريني من الناس المحظوظة، يعني أنا محبوب والناس بتحبها، بشتغل في مجال معروف وعندي متابعين وبعمل الشغل أنا بحبها. في ناس كتيرة جدا متابعيني تبعت تقول لي أنت قدوة، أنا نفسي أكون زيك. المفروض إن يعني أي حد بيسمع حاجة زي دي بيبقى مبسوط أو فرحان، لكن أنا العكس تماما. أنا كل ما بسمع الكلمة دي ببقى حاسس إن أنا عايز أختفي ويعني مكسوف من نفسي جدا، علشان أنا مش كده. أنا مش قدوة يا دكتورة، أنا راجل طبيعي، بضحك، بشتغل، يعني بظهر لكل الناس بشكل طبيعي جدا. بس في الحقيقة أنا مدمن وبشرب من زمان قوي، يعني أنا راجل بشرب من أيام ثانوي. الموضوع بدأ عادي زي أي حد، ضغط واكتئاب، هروب من مشاكل البيت، وفضلت زي أي حد أقول أنا مسيطر أنا مسيطر أنا مسيطر. بس في الحقيقة أنا مش مسيطر على أي حاجة. ما بعرفش أنام من غير حاجة تهديني، ما بعرفش أصحى واشتغل من غير ما يبقى في حاجة بتفوقني. أنا حتى الإنجازات والنجاحات العادية اللي بتحصل في حياتي ما بقتش أحس بيها، بقيت حاسس طول الوقت إن أنا ما استاهلش. يعني أنا عارف إن يمكن يكون شكلي من بره حلو، بس أنا طول الوقت حاسس من جوايا إن أنا يعني كذبة كبيرة. ساعات بقعد أبص في نفسي في المراية كده، ولما الناس تقول لي أنت ناجح بقعد أسأل نفسي السؤال ده، هو أنت فعلا ناجح؟ لكن أنا طول الوقت بحس بصوت من جوايا بيقول لي إن أنت فاضي، أنت فاضي جدا وبتمثل وأنت ضعيف وعارف ده. كل بقى الحاجات يا دكتور من نوعية الإدمان دي مضحكة جدا. احنا مش ماشيين نضرب الناس في الشارع ولا نقطع في هدومنا، بالعكس أنا شخص مركز جدا في شغلي وبنجح فيه، ويعني وبدأ قصاد الناس شخصية قوية جدا جدا جدا. لكن أنا بيني وبين نفسي مع المخدرات بكون أضعف إنسان. أنا عمري ما كنت يعني متخيل إن أنا ممكن أشير مسج يعني رسالة زي دي مع حد، بس يعني أنا حسيت إن أنا محتاج أعمل كده. وطبعا بعد ما سمعتوا الرسالة وعشان خصوصية جمهورنا وأمانة الناس اللي بتبعت لنا، تم تغيير الرسالة بالاي باستخدام الاي وتغيير صوت الشخص اللي كان بيكلمنا. دايما لما بنسمع كلمة مدمن عقلنا بيروح فورا لصورة شخص ضايع تايه حياته واقعة، بس الحقيقة ان مش كل مدمن باين عليه، ومش كل مدمن فاشل، ولا فاشل في شغله ولا علاقاته. في نوع كده من الادمان صامت، لابس بدلة شيك وبيضحك في وشك، واحيانا بيكون شخص ناجح جدا ومحبوب، بل بالعكس انتاجيته عالية جدا، وكمان بيساعد غيره وبيدي طاقة لكل اللي حواليه. بس هو عارف ان اللي بيعمله ده مش طبيعي، عارف ان جسمه وعقله ما بقوش يشتغلوا لوحدهم، بقوا أسرة لحاجات تانية زي المخدرات. عنده بقت زي روتين الأكل والشرب بالظبط، وكل ده ملفوف بجملة واحدة بيقول فيها أنا مش بأذي حد، أنا ماشي تمام. بس الحقيقة هو مش ماشي تمام ولا حاجة، هو بيعيش على كذبة النجاح، شكل اجتماعي مرموق بيلمع من بره، وجواه شخص مرعوب من نفسه. مرعوب لأنه عارف إن اللحظة اللي بيوقف فيها الدعم الخارجي ده هينهار. وأكبر خدعة عملتها فينا الأفلام والمسلسلات إنها صورت لنا المدمن دايما شخص منبوذ ما عندوش حياة، فاشل ومؤذي، وده خلى أي حد يشرب ويقولك ده شغل أفلام، ما تشوفني أنا أهو إنسان ناجح وزي الفل. بس الحقيقة إن النجاح اللي مبني على دعم مزيف هو مش نجاح، هو مجرد خطة لتأجيل انهيار كبير. لأن الجسم البشري مع الوقت بيتكيف ويطلب جرعة أكبر عشان يقدر يكمل،
وبيجي وقت المادة دي ما بتشتغلش تاني، وساعتها النوم بيختفي والتركيز بيطير والجهاز العصبي بينهار، وأقرب الناس ليك بيبعدوا عنك، وبتتحول من شخص ناجح لشخص مرعوب من أبسط إحساس طبيعي، وعندك تعب وضغط وصمت، وبتفضل طول الوقت تقول أنا عايزة أرجع طبيعي بس نسيت إزاي. النهاردة في رسائل مش بس هنتكلم عن النوع ده من الإدمان، احنا جايين نقول لكل واحد حاسس انه بقى اسير لاي نوع من المخدرات، انه لسه في وقت، لسه في لحظه ممكن تقف فيها قدام نفسك وتقول انا اللي هاخد القرار مش المخدر. الادمان مش رفاهيه، دي حفره بتتسحب ليها واحده واحده وخطوه خطوه، وانت فاكر انك مسيطر، لكن انت مش مسيطر ولا حاجه، انت اسير من غير ما تحس. والمشكله مش بس في الاعتماد، المشكله انك بقيت خايف تواجه نفسك من غيره، وده معناه انك فقدت اغلى حاجه فيك وهي حريتك. مش لازم تنهار عشان تصحى، ومش لازم الناس تعرف عشان تبدا توقف، كفايه انك تكون سمعت اللحظه دي والحلقه دي وتقول بينك وبين نفسك انا مش هكمل كده، انا لسه قادر اكون انا من غير مسكن، من غير خداع، من غير كذب، وهوقف كل ده، وانا لسه في امل حتى لو الكل قالك انك انتهيت. وعشان كده هنجاوب النهارده على الاسئله دي، ومعانا النهارده دكتور محمود صقر، رائد في مجال علاج الادمان ورئيس مجلس اداره مستشفى الطريق وسفير السلام الدولي لحقوق الانسان. خليكم معانا بعد الفاصل واوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور محمود صقر، والنهارده كلام مهم جدا عن الادمان والمخدرات. اهلا بيك يا دكتور. اهلا دكتوره دينا. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ منورنا في رسائل. طبعا احنا بيجي لنا مسجات كتيره قوي من الناس، من ضمن المسجات النهارده كانت عن شخص يبدو ان هو شخصيه عظيمه، مشهور جدا، الناس كلها شايفاه ان هو قدوه بالنسبه لهم، لكن بينه وبين نفسه عارف انه مكمل، والشكل الاجتماعي ده جواه حاجات كتير محدش يعرف عنها حاجه، منها الادمان. هو طبعا ما قالش هو مدمن لماده ايه معينه، بس احنا عايزين نتكلم عن الفويس نوت ده في شكل ان ليه يا دكتور دايما الافلام والمسلسلات مصورنا ان المدمن دايما لازم يبقى مبهدل وشكله مش حلو وبيسرق وبيعمل اعمال كلها عنف عشان يبقى مدمن؟ هل ده صح؟ طيب خلينا بس الاول نعترف ان احنا عندنا مشكله في الدراما عن شخصيه المدمن وعن المراحل اللي بيمر بيها المدمن. وخلينا برضو نقول ان المدمنين انواع، يعني في مدمن متبهدل وفي مدمن في حته تانية، وممكن يبقى فنان كبير، ممكن يبقى حد مثقف جدا، وحد مش فارق معاه، حد مليونير. ففي كل الفئات وكل المراحل اللي بنمر بيها في الادمان. هي دي مراحل يا دكتور ولا انواع معينه من المخدر؟ يعني هل في انواع معينه بتخلي الحاله تتدهور فبيبقى شكل المدمن كده، ولا بترجع لمدى الجرعه اللي وصل لها الشخص ده او المدمن ده؟ ثلاثه. يعني في انواع مخدرات بتبهدل، وفي اشخاص يعني عشان يوصل للقاع ويتبهدل بياخد وقت كبير، ممكن سنين كتير. وفي حد بيجيب على طول قاعه وبيبقى شكله الدنيا مش مظبوطه، لان هو من البيئه نفسه بتاعته البيئه اللي هي يعني على قد حاله خالص. فهي 3 حاجات. يعني في حد في مخدر يبهدل بسرعه جدا ويكسر زي ايه يا دكتور؟ الشاب والهيروين. الكريستال مس، زي الاستروكس، الفودو، الحاجات دي. طبعا كل حاجه من دي ليها حاجه برضه، مش كل واحد بياخد حاجه من دي بيشوفنا. هل عشان دي مخلوطه ومش محطوطه بحاجات غير صحيه اصلا، مخلوطه ببعض المواد الكيماويه؟ بص دكتوره دينا، كل المخدرات دلوقتي بقت مخلوطه، كلها بدون استثناء. حتى الحشيش؟
كله بدون استثناء. الحشيش ده مش الحشيش اللي احنا متعارف عليه زمان، والحشيش اللي لونها بني بالظبط. في والمواد ناس الطبيعيه فاكره ان الحشيش ده مش ادمان وان انا بشرب حشيش بس، رغم ان هو اصلا مخدر طويل المدى، يعني بيقعد في، اسمع ان بيقعد في الجسم فتره. اطول حاجه بتقعد في الجسم الحشيش والماريجوانا والبانجو. دول المتوسط بتاعهم 40 يوم، من 35 ل 45 يوم، على حسب كفاءه الكبد، على حسب السن، على حسب المناعه، على حسب فتره التعاطي وبياخد قد ايه. بس اقل حاجه 35 يوم لغايه 45 يوم، عكس المخدر التاني اللي الناس فاكراه اسهل حاجه. لا، مفيش الكلام ده. وهو طبعا مخلوط ومواد كلها مخلقه، مواد طبيعيه مش موجوده زي الاول. بنخش بقى دلوقتي ان ممكن يجي لي حد بياخد حشيش يقول لي انا مهد المنتظر، يجي حد تاني يقول لي انا بطلع خلوه في الصحراء بال 15 يوم لوحدي. هو ده ما كانش طبيعي زمان لما كانت الناس بتشرب الحشيش اصلا؟ لا لا لا، ما كانوش كده، عشان بقى مخلوط. لا ما كانوش كده. طيب ده الحشيش. اي حاجه تانية بقى، يعني لو نزلنا مثلا اتكلمنا على المخدر بتاع الفودو والستروكس، ده بيجيب تخلف عقلي. ايوه، بنشوف على التيك توك ناس كده مناظر عمرنا ما كنا بنتفرج عليها خالص. فهل دي مرحله متاخره ولا هو وانس ان هو بدا يشرب فهيبقى كده؟ لا لا لا، ممكن يبقى اول مره. مره خد نفسين من سيجاره. يعني انا جابوا لي حاله وكنت حكيت عليها قبل كده. واحد بيجري في حدائق الاهرام وجايبينهولي في عربيه كده ولغايه باب المستشفى. طلعناه وقعدنا والدكاتره قعدوا يشوفوا الدنيا واخد ايه. اولا هو حافي، ثانيا معهوش بطاقه ولا باسبور، مش مصري، طلع حد من بلد عربيه. طب في ايه يا جماعه؟ عمل ايه؟ كان بيجري ورا الناس في الشارع، غير مدرك. دي حاله انا جت بعينها كده. فين وفين عقبال ما فوقنا فيه. الكلام ده من حوالي 6-7 سنين، ما كانش لسه مخدر الفودو ده ولا الاستروكس معروفين. هو نزل علينا الاول الفودو وبعدين نزل الاستروكس. طبعا ده اصلا هو ايه الفودو؟ ايه الاستروكس؟ ده نبات البردقوش او مرمريه اللي بيشربها مفيده جدا وكويسه جدا. طبعا عشب عادي. نشفوها وبيخلطوها وبيرشوها ويحطوا عليها سموم وبيرسول والتنر ومواد بقى ياخد النفس، فطبعا سموم طبعا تضرب في دماغه على طول. الكريستال ماس كله برضو مخلوط، كله مواد مخلقه، ما فيهوش اي مواد طبيعيه خالص، ساعه ما نزل علينا من بره ولغايه لما تصنع هنا. يعني حضرتك كدكتور زمان كان بيخش عليك مدمنين وعيانين، الحاله كانت بتبقى غير كده خالص. انا حاسه ان دلوقتي الموضوع انتشر اكتر. هل ده بيصعب علاجه اكتر في الفتره دي؟ يعني السموم اللي بتخش الجسم دي المخلطه، هل زمان كان المدمن مراحل علاجه كانت ابسط من كده وكان نسبه التشافي عنده اعلى من دلوقتي؟ ده حقيقه. احنا زمان لما كان بيجي لنا 10 يبطلوا، كان ممكن يبطل منهم 7-8، لان هو مرض الانتكاس، يعني بعد ما بيخرج ينتكس تاني. ده بيبقى وارد جدا. فكان لا، ممكن يستمر منهم 7-8 عن طريق برنامج، مش عن طريق ان هو اعراض انسحاب فقط. النهارده لا، يعني النهارده انا 2-3 ممكن يبطلوا. ليه؟ زي ما انت قلت بالظبط، هي بسبب المواد المخلقه اللي نازله علينا، بقت اصعب. لان هي كل شويه ينزل علينا مخدر جديد، مواد مخلقه. بنات بتتعاطى اكتر. بنات؟ يعني الموضوع بقى احنا عندنا 27 من نسبه التعاطي بقى اناث. يعني احنا مثلا نسب التعاطي عندنا 2.4 ونزلت ل 2.2 التعداد السكاني، يعني بنتكلم في حوالي 2.5 مليون مدمن على مستوى الجمهوريه باحصائيات صندوق مكافحه الادمان. طيب منهم 27% بنات اناث، وده ما كانش متعارف عليه لا الاول. لا خالص خالص. الاول كان بيجي ولد بنت، 10 ولاد بنت، 15 ولد بنت. دلوقتي بقى في سباق. احنا كده محتاجين نبدا الرحله من الاول، عشان في امهات كتير بتتفرج علينا وفي اسر بتعاني من وراء ببنها ومش قادرين يقولوا الموضوع ده لحد. يعني دايما فكره المدمن وان حد يبقى في عيلته حد مدمن دي حاجه وصمه عار لاسر كتير، اكتر ما هي فكره اعالج ازاي ومراحل العلاج. طب اساعده ازاي؟ وهل انا ارجع؟ هل انا اصلا ظروف البيت او التنشئه بتاعته كانت هي السبب في ان هو يروح للادمان ولا لا؟ دي نقطه عايزين نقف عندها ونبدا نقول للامهات من الاول. انا كأم اعرف ازاي في بيتي ان ابني
في بعض التغيرات تخليني او تلفت انتباهي ان هو بيشرب ولا لا؟ يعني في علامات بتبقى ظاهره كده. السؤال ده كبير، محتاجين نقسمه على 3 مثلا. بالظبط. يعني العوامل للتعاطي عوامل بيئيه واجتماعيه ونفسيه كتير. وماديه وكذا حاجه. يعني واحد في نشأة معينه موجود في مثلا من حته الحواري مثلا اللي ما عندهاش مشكله مع المخدرات. بيئته المحيطه طالعه هي بيستخدموا المخدر. في ناس بنسميها اللي هم بتوع النشاط الجماعي، اللي هو مثلا ايه، اغلبيه العيله بتتعاطى. اب، بنته، ابنه، كلهم بياخدوا. فده منطقي ان الابن يطلع شبهها. في عوامل وراثيه ودي بتمتد برضو، بناخد بيها جينات. ازاي؟ العامل الجيني بتاع الوراثه، في ممكن يبقى الاب كان الله يرحمه بس كان مدمن خمور. هل ده بيورث يا دكتور؟ جينات بتبقى وراثيه. ما هو بص، مرض الادمان ده مرض مركب ومعقد، لان هو بيخش يضرب لي 4 حاجات في الجسم. جسماني، عقلي، وروحي، ونفسي. ال4 دول لازم يتعالجوا. انت ممكن تعالج الجسماني، وده اللي قعدنا كتير سنين صح بنعالج فيه، وبنعالج النفسي. طب انا عندي يعني في ناس تشتغل كده، يعني اخش اعراض انسحاب، قعد اسبوع جسمانيا الدنيا ظبطت ورد ووشه رد 10 ايام، روح خلاص كده خف. ما هو لسه عنده طب هل حضرتك بتطبق السيستم ده؟ يعني مثلا انا في مدمن دخل عند حضرتك دلوقتي، هل بتهتم بال4 جوانب دول اساسي؟ يعني ما نقدرش نيجي على جانب غير التاني. لازم. عشان كده بنقول دايما لازم برنامج، لازم ريكفري للمريض. لازم يكمل فيه، اللي هو بيت التعافي، اللي هو بنسميه الهاف واي، نص الطريق. نص الطريق بيكملوا من الريكفري ده، وبعد كده بيخرج. السيستم بيبقى 6 شهور. ما ينفعش يقلوا عن 6 شهور. هو ده. بص، بره العلاج مع سنه. في بعض الاماكن في مصر هنا بدون ذكر اساميها، مستشفيات كبيره ومؤسسات كبيره، سنه. وبينزل اجازه البيت بعد 11 شهر او 10 شهور. احنا بنقول 6 شهور نخفف الدنيا على الاهل. 6 شهور بعد كده يكمل معانا 2 متابعه. وبعد كده نحاول نخليه يتطوع، يساعد شويه، نحاول برضو اخليه يكمل السنه ما بيننا وبين البيت. فلا، هو محتاج اكتر كمان لسبب علمي. عشان خلايا المخ عشان تظبط بتاخد من سنه لسنه و4 شهور. تمام. خلاص، عشان ما كان اتخاذ قرار، ياخد قرارات سليمه تاني، يبقاش مذبذب ومتردد، يعرف يشتري، يبيع، يسافر، يتجوز، يطلق، يعمل كل حاجه. فده بياخد وقت. هتلاقيه دايما المدمن متردد ومذبذب في كل قراراته. بالظبط. ده هل الاهل ليهم دور؟ يعني لو حضرتك عندك مثلا حاله دخلت واتشافت وبقت كويسه جدا، وخرجت انتكست بسبب عيله، هل حضرتك هنا تقدر تقول للناس ان نص العلاج ده بيتوقف على البيئه اللي قاعد فيها المريض؟ احنا بنقول احنا مثلث علاجي. تمام. الفريق العلاجي ضلع، والمريض ضلع، والاهل ضلع. الاضلاع دول لازم يكتملوا. كتير جدا بيحصل زي ما انت بتقولي بالظبط، ان يجي المدمن روح في الشغل، انت ما بتشتغلش، اعمل، يلودوا عليه في حاجات. انا عملت كل اللي عليا معاك، خلاص انت مش نافع بقى انزل بقى، انت خسرتنا، فانزل اصرف على نفسك. بالظبط. لا، تيجي مثلا تقول لي ايه، انا هجوزه يا دكتور، ده لازم يتجوز ويستقر، ده ما اتجوزش، وهي هتلمه وهتقعده جنبها، فيتجوز ويجيب مدمنين صغيرين. ما كملش 8 9 شهور وهي امه مصممه تجوزه، خدته وراحت مجوزاه. هي فاكره كده ان هي بتعالجه وان هي بتعففه بقى، وان هو هيبقى تمام. عندي مشكله تانية بقابلها، تجي لي زوجه شافت زوجها بعد ما ابتدى وشه رد وجسمه، لا انا هاخده دلوقتي يا دكتور. الف مبروك، خف. يا ستي، ده جسمانيا بس. ده لسه الدنيا خالص، لا عقليا ولا نفسيا ولا. ما هم بيحسبوها يا دكتور بقى، احنا هنوفر فلوس وهو الحمد لله شكله بقى حلو اهو، وجسمه رد، وجسمه محتاج ياكل ويتغذى، فالحمد لله كده تمام. بنيجي نقع ونعيد نفس الدايره تاني من الاول. نيجي بعد كام شهر، في حالات بعتت لي كتير ان هي بعد كام شهر بتروح تاني تعيد سيستم العلاج من الاول. فدي ده بيحصل. ده في ناس بال 17 18 مره بيحصل انتكاسه ويرجعوه تاني، يحصل بس في مشاكل بقى بتبقى بتيجي في النص. يعني هو دخل بطل شويه، والاهل ما عندهمش وعي كافي، فشويه جاله زياره
انا تمام خفيت، تمام تمام، ياخدوه الوعي الكافي ده يا شويه دكتور مشكله. يرجع ينتكس بالظبط. ويجي تاني يجيبوه على مستشفى. في النص بقى ما بين الخارجه دي والخارجه دي يجي لك يا اما فيروس سي، يا اما تليف في الكبد، يا اما HIV ايدز، ودي بتتنقل عن طريق طبعا الحقن، السرنجات والحقن، يا اما عن حاجات تانية، بس ايه بتحصل. هو بالنسبه كمان للوعي يا دكتور، في امهات بتكذب عينيها، يعني مثلا بعض الملامح بتبقى ظاهره كده او العلامات على ابنها وتقول لا انا ابني زي الفل، لا ما ده بيشرب بيدخن بس عمره ما بيروح عند الحاجات التانية. ايه هي العلامات البسيطه اللي انا كأم اقدر الاحظها على ابني واعرف على طول ان احنا بدأنا في منطقه خطر فلازم اروح استشير حد مختص؟ ده من ضمن السؤال اللي قلنا يتقسم على 3 نرجع له تاني. بص انا لقيت ابني جاي لي عينيه حمراء شويه، عينيه قافله شويه، بيتكلم كتير، لسانه تقيل، بيتكلم بالتهكم شويه، عنده تقلبات في المزاج، عنده تقلبات في النوم، تقلبات في الشهيه، كان بيلعب رياضه معينه بطلها، كان ليه اصدقاء بعد عنهم بقى ضامن على 1 ولا 2، بياخد فلوس كتير، حاجات بتنقص من مقتنياته في الاول. ده كل ده احنا ده اي نوع من المخدر يا دكتور حتى لو بيشرب حشيش؟ اغلبيته. ما هو حشيش هتلاقيه قاعد جاي قافل عينيه كده وعينيه حمراء وبيتكلم. طب وبالنسبه ما بقاش حشيش ده بالظبط، يعني كويتامين، ده حاجات بتتاخد. اصل في امهات بتقول ابني بيشرب فيب بس، بيشرب سجاير بس، فده مش ادمان. مش عارفه بقى، يعني هم بالنسبه لهم كده، هي الام هتعرف منين؟ هي احنا دايما بنقول بدايه الادمان بالسجاير. والسجاير اصلا ادمان، تبطيلها اصلا من الحاجات الصعبه جدا برضو، نيكوتين. فهي بتبتدي بتتطور. ابني لسه صغير في اعدادي، فخد سيجاره فاضيه، فبعد كده حد هيعزم عليه بسجاره فيها حاجه، حد بعد كده هيعزم عليه بنص قرص معين، وبتبتدي التطور بتاع مراحل الادمان بيبتدي من هنا. فانا لما الاحظ حاجه ابتدي اتابع ابني، اتكلم معاه واتناقش معاه، واحاول انزل له كده لغايه عقليته خالص، يا حبيبي كذا، واتكلم معاه، ولو في حاجه وابعد عن كده، وابعد عن اصدقائك دول، وارجع تاني، وهكذا. طب ما جابش نتيجه، خلاص هبتدي بقى اشوف مختص، اتكلم معاه مره واثنين وثلاثه، ومش ولازم وارجع تاني لنفس السؤال الكبير. ان احنا مجتمع بنخجل، بالظبط، نتكسف نقول ان احنا عندنا مشكله، وابني مريض نفسي مثلا، او عندنا مريض ادمان. لا، وفي حاجه تاني نقطه مهمه قوي يا دكتور، ان بقى في مصحات كتير غير يعني مش مرخصه. فانا جوه المصحات دي للاسف المدمن بيروح عشان يتعافى، هو بيطلع مدمن اخر، يعني بيطلع مدمن لحاجه تانية اخطر، لان هم ما عندهمش، يعني حضرتك قلت ان في 4 اضلع لازم تبقى موجوده جوه مستشفى. أيوة. فلا، هم بالنسبه لهم بيحطوا لهم اي اكل، اهم حاجه يبطل باساليب تعذيب معينه. فالمدمن بيخش جوه بيبقى كاره اصلا ان هو يبطل حاجه زي كده، بيتعامل بغير ادميه. بص يا دكتور، يعني احنا الفريق العلاجي مكون من طبيب، اخصائي نفسي، اخصائي اجتماعي، معالج ادمان، وطبعا والتمريض وكده. انا بس بتكلم عشان المراحل اللي بيمر بيها المدمن، اللي بنعالجه من خلالهم الاربع حاجات اللي هو المفروض يتعالجوا. في اماكن بقى اللي هي بتبقى في اللي هي مش مرخصه او ما عندهمش، هو ممكن ما يبقاش عنده طبيب، او طبيب بيجي له مره في الاسبوع وهو حاطط 70 80 حاله عنده في فيلا كده وخلاص. لا، عشان كده المدمن بيطلع اسوأ. بالظبط. بيخش ممكن يعني هو داخل بياخد حاجه بسيطه، فيلاقي واحد تاني بيتكلم على انه بياخد هيروين، بياخد كريستال، ويكلموا بقى يا على السعاده لما تاخد المتعه اللي انا كنت بعيشها، فتاثيره بيبقى عليه سلبي. طبعا. هو ما بيدولهمش مخدرات جوه، لان مخدرات غاليه، عشان هي غاليه يعني، هيدوا له، ما هو معهوش فلوس. هو اهله اخدوه من البيت ودوه المكان ده، وهيجيبوا له مخدرات ليه؟ عشان يقعد فتره اطول لا، يتعالج. مش هيجيبوا له مخدرات، بتكلفهم جامد جدا، اذا كانوا ما بيدولوش دواء عشان التكاليف. هيدوا له مخدرات، التكاليف هتبقى اعلى بكتير. لا، هم مش هيعملوا كده، ما بيدولوش مخدرات يعني، الا لو ولد دخل مهرب حاجه معاه، يعني حاله جت ومخبي حاجه دخل لهم بيها جوه، تفتش كويس، ما تتابعش،
خلاص. فجوه خدوها بقى ياخدوها مع بعض. انما مشرفين بيشتغلوا جوه او في ممرض معاهم مش هيجيب لهم حاجه، ومش هيغامر بنفسه مستقبله عشان يجيب لهم، معهمش فلوس. هيجيب لهم ليه؟ فلا ده ما بيحصلش ان هم ياخدوا حاجه جوه. فالاماكن اللي بره في منهم اماكن كويسه بس ينقصهم بقيه الاستاف. يعني انا خارج من عندي من المؤسسه حوالي 20 مكان فتحوا. كل مجموعه تيجي كل فتره كده، كل سنه ولا كل سنتين تلاقي حد خد كام واحد كده وراحوا فتحوا مكان. بس اتعلموا الثوابت من عند حضرتك وعرفوا ان في كذا ضلع عشان نقدر نخلي المتعافي ده او المدمن ده يبقى متعافي. في منهم رخص جاب طبيب ومش عارف ايه وشارك طبيب، او جاب طبيب مدير فني يعني اشتغل بالطريقه العلميه. وفي منهم اللي لا عايز يرخص ولا اللي وشغال كده وخلاص. ده بيقع وده بيقوم. طب الطبيب النفسي هنا يا دكتور بيعمل ايه مع المدمن؟ ده طبيب نفسي لازم يشخص ويكتب العلاج اللي يمشي عليه المريض. بيشخص الحاله ان هو مثلا ممكن يكون عنده مرض نفسي هو اللي خلاه يروح للادمان. في امراض نفسيه بتؤدي الى تعاطي المخدرات، وفي مخدرات بتؤدي الى امراض نفسيه. الطبيب بيقعد، لان احنا اغلبيه الحالات اللي بتيجي دلوقتي مزدوجه. يعني بيبقى ادمان ومعاه مرض مصاحب بسبب المواد المخلقه دي. فالطبيب بيقعد يشخصه، يكتب له الدواء ويتابع الدواء اللي بياخده، ويتابع بعد كده كمان في بقيه المراحل. يعني حتى الولد لما بيتنقل للريكفري اللي هي اصلا دور بتاع المعالجين، وممكن يتابع مع الاخصائيين، لازم الطبيب كل فتره يشوفه يبص عليه. ما هيشوف عايز يخف له العلاج شويه. العلاج ده مش جايب نتيجه، عايز يزود له قرص حاجه معينه. فده المفروض يبقى متابع على كل المراحل من الطبيب. والطبيب النفسي بيقدر يفرق، اصل هم دايما بيبقى عندهم سيناريوهات تانية خالص. من يعني مثلا انا فعلا كذا مره قابلتني حاله انا المهد المنتظر. انا اصلا بابايا ضربني وانا صغير فمن ضمن الرولز اللي احنا كنا دايما بنحطها قبل ما نخش نقعد مع الحاله ان ما تصدقش اي مدمن. يعني هو بيتخيل كتير، انت ما تصدقهوش على طول. وعلى فكره اغلبيه اللي بيقول لك انا المهد المنتظر وبيبقى عنده الاعراض ديت هو كان بيتعاطى حشيش. اضطراب وجداني ثنائي القطب بيجي له بقى بالهلاوس السمعيه والبصريه، بيشوف ويسمع حاجات ويقول لك انا يعني الباي بولر ليه علاقه بالحشيش؟ لكن في ناس كتيره قوي بالذات فئه العمال بيقول لك انا ما اعرفش اشتغل غير اما اشرب الاول. في كيمياء تستحمل. يعني ممكن يشرب حاجه، ده اليوزر مثلا يشرب حاجه كل اسبوع، يشرب حاجه في مناسبه ما يحصلوش حاجه، ما عندوش مشكله. ولو شرب حاجه وحشه وجابت له صداع يرميها، ما عندوش مشكله في الحته دي. وفي شخص تاني نفسين خلاص هو بقى في حته تانيه خالص، هي الكيمياء بتاعته اتلخبطت مش مظبوط. وفي حاجات زي الفودو والحاجات دي فعلا بتموت. والكريستال ما هو بيؤدي الى قتل، حالات قتل كتير جدا بسبب الكريستال. بالظبط، حالات كتير وطلعت انا بتكلم عليه من 2017 كريستال ماستا الشابو. حالات كتير بسببه، لان هو مغيب. ليه بيقتل؟ ليه بيقتل؟ ليه مغيب عن الوعي؟ هو نصه نايم. انت تخيلي النهارده ما نمتيش من امبارح. طيب قعدنا لبكره 48 ساعه مطبقين عشان بسبب الشغل. قال لك بقى لا في تصوير تاني ونصور خارجي، قعدنا 72 ساعه صاحيين. طب قعدنا 4 ايام صاحيين. طب قعدنا 5 ايام صاحيين. هنعمل ايه؟ يعني انا عايز الناس تتخيل كده، انت قاعده ب5 6 ايام صاحيه ما بتناميش خالص. انت قاعده جنبك الاله بتاعتهم اللي بياخدوا عليها دي الكريستال دي، هي بتاع كده كريستال وبتاع، ويقعدوا بس ومش مهم اكل، عشان كده بيفقد وزن بسرعه جدا. طبعا. طب انا فين الاعصاب؟ احنا لو قعدنا يوم ما نمناش اعصاب الواحد بتبقى مش قادر. المشكله كمان يا دكتور ان ما بقوش الاولاد بس، للاسف في زوجات كتير بيبعتوا لي رسائل ان ازواجهم بقوا مدمنين وهم بقوا خايفين يتعايشوا معاهم في البيت، يعني بقوا مصدر خطر عليهم وعلى اولادهم. فتعمل ايه لو ام حاسه ان هي معهاش فلوس
مش عارفه تاخد اي قرار في ان هي تعالج ابنها او جوزها، هل الصح ان هي تنفصل عنه؟ هل فعلا هو مصدر خطر عليها؟ احنا مجتمع يعني ستات مصر ستات اصيله. فاحنا لا هنديله فرصه مره واثنين وثلاثه لانه مرض وزي اي مرض. معليش فلوس خلاص، ما هي الحكومه الدوله موفره ده. مستشفى العباسيه موجوده، مستشفى الخنكه موجوده، مستشفى بنها العام موجوده، خلاص. طيب في الصندوق بقى مكافحه الادمان، بيروح ويدوله دواء ويستمر 14 يوم، ولو الدنيا استمرت بيحجزوه. بتبلغ عنه هي يعني، بتروح تبلغه وتروح ولو هو رافض ان هو يروح الساخن، الخط الساخن ممكن يجوا ياخدوه لو حد لا. عنده مشكله؟ لا مش هياخدوه. لازم هو يروح بارادته. لازم يبقى هو بارادته. في مستشفيات للقوات المسلحه على اعلى مستوى. كويسه جدا جدا، يعني مساحتها كويسه وخدمتها كويسه جدا. بقى برضه بيروح بيدفع تامين بسيط جدا، 1000 وحاجه، واقعد بطل، ولو قعد 3 شهور وبطل وكمل ولا كده ايا كانت الحاله يا دكتور اديله فلوس وهو ماشي. يعني في ناس تقول انت حاله ميؤوس منها خلاص، انت وصلت للنهايه. مفيش، لا لا لا، مفيش حاجه اسمها ميؤوس منها. بنديله فرصه ايا كان اللي بيتعاطاه. مريض هو فعلا مريض، هو بياخد الحاجه دي ومنساق من غير ما يحس. طب هل في حاله جت لحضرتك كان شكلها الظاهري ميؤوس منها او اهلها فقدوا فيها الامل وطلعت شخص تاني؟ طب ممكن تكلمنا عنها؟ يعني حاله كده استوقفت حضرتك، حسيت ان هي مثلا جايه من بيئه مختلفه، عندها مشاكل بيئيه ومشاكل نفسيه، فقولنا دور المستشفى هنا كان عامل ازاي؟ ولد ولا بنت؟ ولد. خلينا في الولاد. لا ده انا بقابل بنات الدنيا صعبه جدا. ولاد لا، في ولاد، ده انا عندي ولاد كتير بالالوفات بجد بدون مبالغ يعني. وعندي منهم مجموعه كبيره بشغلها كمان، عندي اكتر من 70 80 واحد مشغلهم معايا. وفي اللي طلع كمل حياته بره واشتغل بره، وحالات كانت بتحاول تبطل بال 14 مره. وفي منهم حالات قعد 16 او 17 سنه بياخد مش عارف يبطل، ومر بكل حاجه. يعني بدأ مثلا بالسيجارتين الحشيش، بعد كده خد الترامادول، خد بعد كده هيروين، نقل بعد كده من الهيروين دخل على الكريستال ورجع تاني. يعني هو الموضوع تدريجي، بيبدأ الأول بحاجة صغيرة وأنا فاكر نفسي إن أنا مسيطر. أنا عندي ناس أنا عملت معاهم حلقات وطلعوا معايا، وإن شاء الله لو مرة أجيب لك حد إن شاء الله. لازم نشوف نموذج فعلا قدر يسيطر على فكرة أصل في فكرة متدرجة إن المدمن عمره ما هيعرف يرجع تاني. وإن لا 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 لا، هو بس إيه يعني، هو برضو ربنا سبحانه وتعالى ليه في الموضوع. يعني احنا بنعمل دورنا، بنعمل احسن ما عندنا، في الاخر نصيبه هيبطل ويبطل. صح. رجع بقى هو مشي شمال تاني، ورجع ورا اصدقاء السوق، ورجع حابب الوساخه اللي كان فيها بيرجع لها تاني. هو حابب الوساخه. الفكره بس بيبقى تطور كده غريب يا دكتور، يعني فكره ان انا باذي نفسي بس ما باذيش حد تاني، بعد كده نلاقي مدمن دخل في الحاد، بعد كده دخل في نوبات صرعيه، في حاجات بتحصل احنا بنبقى فاقدين السيطره عليها. بصي كله بيبقى عنده حته كده ايه، ثقه زائده في النفس، واصل انا اللي حصل لفلان ده مش هيحصل لي. واصل هو كان ده انا ماليش دعوه، انا عمري ما اوصل للحته دي، انا معايا فلوسي، انا صحتي كويسه. صح. احنا هنكمل بقيه حلقتنا بس هنطلع فاصل. اتفضلي، ما تروحوش في اي حته. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور محمود صقر، وهنكمل كلامنا عن الادمان. اتفضل يا دكتور. اتفضلي. كنا بنقول قبل الفاصل عن الانكار. هو بيبقى شايف ان انا مش هبقى زي ده، انا مش هوصل للمرحله دي، استحاله انا اوصل للمرحله دي، عندي شغلي وعندي فلوسي وعندي عربيتي وعندي بيتي وعندي املاك، لا هتوصل لها. لا بينفع فيها مال ولا جاه ولا صحه. يعني شفنا الرموز دي كلها. صح. وشفنا الرساله اللي كان بيلعب جودو وكان يعني قوي جدا، بهدل قد ايه وحصل له والرساله اللي جات لنا في اول الحلقه ان هو شخص الناس كلها شايفاه عظيم وشخصيه مرموقه، بس هو بينه وبين نفسه حاسس ان هو اسير لماده معينه ما يقدرش يسيبها. طبعا هو خلاص هي استحوذت عليه، هو ما كانش يتخيل ده. يعني اللي بياخد حاجه زي كده في الاول يقول لك انا بتكيف، باخد حاجه، هو بيسموها كده تفريح.
انا بتبسط باخد حاجه ومش ماسكه فيا، مش عامله لي مشكله، مم. وعندي منها ده عندي منها وما باخدش اهو. بالظبط. يعني ده في لا الأول. والشباب بتقول لبعض كده، لا انت مش راجل ولا ايه، جرب يعني، انت خايف من مامتك، خايف من هي باباك. دي العدوى. ايوه بالظبط. هي دي هي تنقل من الشاب للتاني، جرب مش عارف ايه ويحرجه، هو عايزه ياخد زيه، عايز يسحبه معاه، يستقطبه. عايز يسحبه معاه. فكتير جدا بيبقوا شايفين ان انا عمري ما هوصل للقاعده، وعمري ما هتبهدل، عمري ما هفقد شغلي. كتير فقدوا شغلهم، كتير فقدوا بيوتهم، يعني حالات طلاق، انفصال كتير طبعا. جدا بسبب مخدرات، وكتير فلسوا. يعني انا كنت بسمي مخدر الهيروين ده بودره الاكثر فقرا على من يتعاطاه، وكتبت عنه مقاله عشان قد غالي كده. صح؟ عشان غالي، اغلى انواع. لا ما بقاش، امال ايه؟ ما بقاش عشان احنا شبابنا مستهدف، فهو عمال يرخص يرخص، نزل للحاجات اللي تحت خالص. يعني هل دي مؤامره يا دكتور؟ يعني طبعا مؤامره على شبابنا. مؤامره، هقول لك ليه. لما كان في الثمانينات والتسعينات جرام الذهب ب 30 جنيه، جرام الذهب ب 30 جنيه، كان جرام الهيروين ب 300 و 400 جنيه. كان اغلى يعني من الذهب. بجرام الهيروين قد 10 جرام ذهب. خلاص. النهارده الهيروين عادي جدا ممكن يشتروا الجرام ب 150 و ب 120 والنهارده جرام الذهب بكام؟ مثلا انا بديك مثال بسيط كده. فاحنا لا مستهدفين طبعا. طب هي ده هيروين؟ لا خالص. مخلص خالص. لسه برضو كنت بتكلم فيها. كان زمان الاداره العامه لمكافحه المخدرات لما كانت بتمسك ضبطيه ويجوا لازم يحللوها، فيطلع نسبه الهيروين فيها ايه؟ 94%، 97%، 96%. ابتدت تنزل تنزل تنزل، دلوقتي ما بيتعداش ال 15% ماده الهيروين في اللي هم بيتعاطوه ده. الباقي كله سموم، كيميكالز، سموم. هي فعلا بتخش بتضر الجسم. فشبابنا مستهدف. احنا اكتر ناس بتتعاطى عندنا من سن 15 لسن 35. دول الاكثر. من سن 15 لسن 35. يعني ده اللي لسه بيدرس وهيتخرج جامعه وهيبتدي يتجوز 15 ده مدرسه، هو لسه في المدرسه. في ثالثه اعدادي. ده الاكثر. بصي 15 ل 35، فانت بتدمري الشباب فعلا في سن النمو اصلا. اللي بياخد الحاجه دي زي الهيروين ده هو خلاص خلاص انت ما بتاخديش منه رجا في اي حاجه. احنا لسه كنا بنتكلم في الفاصل يا دكتور ان المتعاطي مش بيدمر حياته بس، هو حواليه بيدمر اسرته كلها. ففكره ان الاب يقعد طول الوقت بيصرف عليه عشان يبطل يتعاطي، عنده اخوات متضررين، الام مش عارفه تعمل ايه، فكام اسره حصل لها تضرر من التعاطي. هو البني ادم دايما بيبقى فاكر نفسه هو بس اللي بيتعاطى، انا باذي نفسي، انا ما حدش ما باذيش حد. انا طب هي الفكره مش في التعاطي بس ان هو هيأذي جسمه بس، يعني كام ولد مستقبله ضاع عشان اتمسك بحاجه كان اول مره يجربها. ده بيحصل كتير جدا. فدي نقطه عايزين يعني نركز فيها شويه مع الناس والشباب. اتكلمت فيها مره في مؤتمر، كنت عاملاها احصائيه خسائر اجتماعيه وخسائر الماديه الاجتماعيه اللي بنمر بيها، يعني بتاثر بيها كلنا. بالظبط. من ضمن الخسائر دي لما تقولي النهارده مثلا عندك 12 ونص عندك 2.5 مليون مدمن، وكل اسره فيها واحد فرد. اسره مكونه مثلا من 4 افراد، اب وام واخ او اخت، واللي بيتعاطى ده سواء ولد او بنت. يبقى احنا بنتكلم في كام واحد متضرر؟ 10 مليون. 2.5 مليون اسره اضربيهم في متوسط 4، فاحنا بنتكلم في 10 مليون فرد متضررين. الاب طبعا متبهدل، الولد عامل له مشاكل كتير، مبهدله ما بين اقسام، مبهدله ما بين ان هو بياخد منه فلوس كتير، مبهدله ان هو مش عارف يامن الولد طبعا في البيت. الاخت حاسيه بالخزي والعار لان هي مستنيه في يوم من الايام يجي لها عريس خطيب، صح، هتبقى مكسوفه جدا ومحرجه، انا اخويا مدمن. الام طبعا في حته تانية خالص بقى، وذهبها عمال اسره كامله بتنهار. بينهاروا. يعني اقل حاجه الاسره دي عندها اكتئاب. صح. لو مش اي خسائر تانية بقى، بس هيحسوا بس نفسيا مدمره، خزي وعار وشويه اكتئاب.
طب يا دكتور، انا عشان طبعا وقت حلقتنا عايزه شويه تبس سريعه من حضرتك كده للامهات تعمل ايه، وشويه علامات خطر ممكن اول ما الاحظها اجري بسرعه اروح لمختص. تحب توجه لامهات ايه قبل لو هم حاسين ان في حاله ميؤوس منها بالنسبه لهم، او في حاله هم شبه شاكين ان هي بتتعاطى وعايزين يتواصلوا مع حضرتك، يعملوا ايه؟ طيب الامهات انا بقول لهم يعني ما نيأس، ده ابننا او بنتنا، ده مرض زي اي مرض، هو بس محتاج يتعالج صح، ونديله فرصه مره واثنين وثلاثه. والعلامات قلناها، اذا كان جاي عامل ازاي، الشهيه، العينين، الكلام، الاصدقاء، الفلوس، قلناها. يرجعوا الاول الحلقه ونشوف حد بنثق فيه، ما خاب من استشار. نشوف اماكن اللي هي معروفه او الناس مجرباها، وما نتكسفش، عشان احنا صح. دايما بقولها احنا مجتمع شرقي بنتكسف وبنخجل. ما ينفعش نخجل من حاجه زي كده. يعني طبعا العالم كله كده صح، يعني ده مرض. حتى امراض النفسيه وامراض الادمان دايما بيخجلوا منها. لا انا مش هتكسف واسال واستشير، والعلاج بيبقى في سريه تامه لو بتتعاملي مع مؤسسه محترمه. يعني حتى لو حد جه يسال عيب يقول لك مش عندنا. لازم يبقى ايه، جواب من وزاره الصحه او كده، او حاجه من النيابه بعد الشر. يعني في جمله بسيطه يا دكتور هسال حضرتك، لسه في امل؟ حتى لو مراحل التعاطي وصلت لاقصى ما فيها لسه في امل، صح؟ في امل، لان انا جالي ناس بتتعاطى بال17 وال18 سنه، وناس عمرها كبير، ناس عدت ال50 وفي الاخر بطلوا، وشباب صغير بطل. فاحنا لازم يبقى عندنا امل، ما نفقدش الامل ونتفائل وندعي ونسيب بقى على ربنا. نشكر حضرتك جدا يا دكتور، وان شاء الله في حلقات تانية هنغطي فيها كل مراحل الادمان وعلاماته، كل حاجه. طبعا وقت حلقتنا ما اسعفناش النهارده، نورتنا في رسائل يا دكتور. متشكر جدا، شكرا لك. ربنا يخليك. سريعا كده، اخر كلمه حبيت اختم بيها مع الدكتور، لسه في امل. اي حد عنده حاله مرضيه وعنده مدمن، اي حد كان بيشرب في يوم من الايام اي نوع من المخدرات، احنا هنا بنقول لك في رسائل لسه في امل، ولسه الطريق مفتوح ليك، وما ينفعش تقول ان الطريق خلص والامل خلص. مش كل مدمن محتاج يتدمر عشان يتغير. في مدمنين ناجحين مش بس في شغله، لكن كمان في الهروب من مواجهه نفسه. النهارده عايزين نراجع علاقتنا بالحاجات اللي اتعودنا عليها، هل نقدر نشتغل من غيرها ولا لا؟ لو حسيت انك مش قادر تكمل من غير حاجة معينة، فكر واسأل وواجه. الحرية الحقيقية مش انك تبقى ناجح وبس، الحرية انك تكون حر من غير اي حاجة ممكن تتحكم فيك. شكرا ليكم، واستنونا في رسائل في حلقة جديدة من برنامج رسائل مع دينا عامر.